بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم أجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا حيث اليوم الثاني والأخير لحساب الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري نجوم العراق موسم 2025-26 هنا من أرضية ملعب الراحل الكابتن شرار حيدر، حيث الشغف والإصرار من وسط العاصمة بغداد، صقور الغربية وغزلان البادية، القرمة والنجف، في حكاية جديدة من حكايات دورينا، حيث مواجهة أبناء الأنبار وأبناء النجف
القرمة القادمون من انتصار على الغراف، والنجف القادمون من تعادل مع النفط. نتمنى بأن تكون مباراة جميلة. هنا دخول اللاعبين لأرضية ملعب الكابتن شرار حيدر والطاقم التحكيمي اللي يقود مجريات هذا اللقاء الكابتن علي أحمد شاكر، يساعد حسين فلاح، علي فاضل، حازم فيصل. أما بغرفة الفيديو بتقنية الفار أمجد كامل. إذن القرمة بألوانه البرتقالية المعتادة أمام النجف بألوانه الزرقاء. ننتظر أنا وإياكم واحدة من المباريات المميزة. جماهير القرمة، جماهير البرتقالي القرمة حاضرة وسط العاصمة العراقية بغداد، قطعت المسافات ووصلت إلى العاصمة لمؤازرة كتيبة المدرب الإسباني أنطونيو غازولا. أما بالنسبة للنجف مع المدرب علي عبد الجبار يساعد حيدر عبودي. لحظات قليلة على انطلاق صافرة البداية. تحياتي لكم من منصة التعليق. حسين سمير واصفا لهذه القمة الكروية بعد الجولات مرت وانتهت، وجولة أخرى اليوم ستختتم، وبإذن الله تعالى يوم الخميس القادم ستنطلق الجولة 11 ضمن منافسات دوري نجوم العراق. هنا الحديث بمناسبة المباراة كان من المقرر بأن تنطلق صافرة البداية الساعة 6:30 بالضبط، لكن تأخرت ل4 دقائق حتى هذه اللحظة، وبانتظار صافرة حكم اللقاء علي أحمد شاكر. أجواء ملعب الكابتن شرار حيدر يملأها الفرح والشغف، لكن المباراة لم تنطلق بعد، لا زال فيها الكثير والكثير. المدرب أنطونيو غازولا الإسباني يدخل بحراسة المرمى مع فريق القرمة محمد حميد، الخط الدفاعي أيوب مودن، كرار عامر، هلو فائق، أحمد مكنزي. أما بالنسبة لخط الوسط إبراهيم سعادة، علي محسن، يوسف أومارو، جميل اليحمدي، ولؤي العاني، وعلي علوان. أما بالنسبة لكتيبة علي عبد الجبار فريق النجف بحراسة المرمى مصطفى شوكت، حمدي النقاس، أحمد نعيم، محمد جاسم، حمزة عدنان بالخط الدفاعي. أما بوسط الملعب أحمد نور، عبد الله حسن، شبر علي، سجاد رعد، رضا فاضل، بول بشير غرياني بخط المقدمة. هذه هي الرسم التكتيكي، أو هذا هو الرسم التكتيكي اللي يبدأ به كلا المدربين. أنطونيو غازولا صاحب 60 عام، وأمام علي عبد الجبار صاحب 39 عام. أيضا لا يجب أن ننسى مساعد حيدر عبودي اللي قاد الفريق بالمباراة السابقة. مصطفى شوكت بحراسة المرمى. بالمناسبة مصطفى شوكت تصدى لركلة جزاء للمباراة السابقة أمام النفط. فريق النجف الذي تعادل مع النفط مع إضاعة ركلة جزاء للنفط الذي تصدى لها الحارس مصطفى شوكت. 5 دقائق تأخرت حتى اللحظة يا سيد الحكم علي أحمد شاكر. من المقرر بأن تنطلق صافرة البداية قبل 5 دقائق، لكن لا أعلم ما هو السبب الذي جعل حكم اللقاء يتأخر هذه الدقائق. لحظات وثواني على انطلاق صافرة البداية بنفس التوقيت تنطلق هنالك بملعب الزوراء مباراة الزوراء والغراف. الجولة 10 5 مباريات في الليلة الماضية انتهت، واليوم 5 مباريات بدأناها منذ الساعة 4 للقاء نفط ميسان وديال الذي انتهى بالتعادل هدف مقابل هدف، نوروز والنفط الذي انتصر نوروز بهدفين مقابل لا شيء، الميناء والكهرباء حديث الجولة حتى هذه اللحظة بمباراة مجنونة انتصر من خلالها الكهرباء بآخر لحظات المباراة. إذن على بركة الله مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، نجدد التحية. هنا صافرة اللقاء من يمين الشاشة فريق النجف بالألوان الزرقاء، ومن يسار الشاشة بالألوان البرتقالية فريق القرمة الذي انتشى ووصل بانتصارات عديدة، أما هو الآن يقع بالمركز الخامس برصيد 17 نقطة صفة مع فريق الزوراء يلعبون بنفس التوقيت. هنا القرمة والنجف وهنالك الزوراء والغراف
مباريات الجولة العاشرة لا زالت لم تختتم. اليوم ستختتم هذه الجولة، ويوم الخميس بإذن الله تعالى سيكون هنالك الجولة 11. أول وصول الآن لفريق القرمة من اليسار، لكن الأقرب هنالك أحمد نور هو من يبعد الخطر باللقطة الماضية. بداية قرماوية، بداية برتقالية بكرة تلعب من الطرف الأيمن. حمزة عدنان هو من يبعد الخطر باللقطة الماضية، تصل بوسط الملعب بعدما استلمها لاعب فريق القرمة. تعود مرة أخرى، تكلم عن علي علوان بخط المقدمة، لؤي العاني، جميل اليحمدي اللاعب العماني، الأسماء المميزة التي تشارك اليوم بهذا اللقاء. كرة من الطرف أو بوسط الملعب، لعبت من كرار عامر على اليسار. هذه انطلاقة لفريق القرمة، البحث عن يوسف أومارو الذي سجل هدف الانتصار على الغراف بالجولة السابقة. كرة لا زالت عالية لكنها إلى خارج الملعب. جماهير القرمة اليوم تصنع أجواء جميلة رغم الأجواء الباردة على مستوى حالة الطقس، لكن هنا تحدث عن مدرب القرمة أنطونيو غازولا اللي بدأ مسيرته مع نادي ريال مايوركا للشباب في موسم 1998. درب الاتفاق السعودي والعروبة السعودي، وصل خلفا للمدرب أحمد خلف. سلامات لأحمد نور. بالحديث عن مدرب القرمة أنطونيو غازولا اللي وصل خلفا للمدرب أحمد خلف اللي يقود الآن أمانة بغداد. قبل كم يوم حقق الانتصار أحمد خلف مع أمانة بغداد على الشرطة حساب الجولة التاسعة. أما قبل أحمد خلف كان المدرب غازي الشمري هو من كان يقود فريق القرمة. إذا ننتظر الآن أحمد نور ينهض للمتابعة، والضربة الركنية لفريق القرمة. أول ضربات الركنية للبرتقالي. تحدث عن البرتقالي، هنالك ديالا وهنا القرمة وأيضا الكهرباء، الألوان البرتقالية جماهير القرماوية. والضربة الركنية تنفذ لكنها اصطدت، والبحث هنالك عن البشير غرياني اللاعب التونسي، لكن كرة من اليسار لفريق القرمة عالية والرأسية. النجف يعاني بالفترة الأخيرة صراحة، نادي النجف لا يستحق ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من نتائج سلبية. وهنا الخطير، الله 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 الله، لا زالت أومارو. الوصول الأول للاعب أومارو، لكن مصطفى شوكت يتصدى للقطة الماضية. علي علوان هداف كأس العرب مع النشامة، والوصول الأول، لكن هنا الكرة التي أبعدت ويوسف أومارو، لكن مصطفى شوكت كان لها بالمرصاد. كرة تلعب الآن، ضربة ركنية أخرى ثانية، لكن هنا لعبت من الطرف الأيمن. لازال الله على التمويه، لازالت الآن مكنزي، لكن بعيدة يا أحمد مكنزي، بعيدة على أحمد مكنزي. والأجواء لا زالت هادئة حتى هذه اللحظة، أجواء هادئة رغم سيطرة أحمد نور. ماذا هنالك يا أحمد نور؟ سلامات. منذ الدقائق الأولى يشعر بالألم. هنالك إصابة للاعب أحمد نور. هذا هو يوسف أومارو، موسم آخر مع القرمة، موسم آخر مع الصقور الغربية، كان أهداف الفريق الموسم السابق مع فريقه، قادمين من انتصار فريق القرمة بعدما سجل يوسف أومارو هدف الانتصار على فريق الغراف هنالك بملعب الناصرية الدولي. إذن حيدر عبود هو من يقود الفريق، فريق النجف. حيدر عبود، شوف اللقطة، شوف عاشقين القرمة، عاشقين صقور الغربية يريدون التحليق عاليا هنا في سماء العاصمة بغداد. هذه هي اللقطة. تعرض لإصابة. سلامات أحمد نور، سلامات يا أحمد نور. جماهير القرمة وعاشقين القرمة اللي قطعوا المسافات لمؤازرة الفريق من على المدرجات، حتى ولو كانت الأعداد قليلة لكنهم تحدوا الظروف
على مستوى حالة الطقس والأجواء الباردة، ووصلوا لمؤازرة الفريق هنا بملعب الكابتن شرار حيدر، ملعب الرسمي لنادي الكرخ الكناري. هو من يستقبل أو يستضيف هذا اللقاء كأرض افتراضية لفريق القرم. كرة من اليسار الآن، لا زالت للنجف. البشير غرياني، تمريرة وصلت إلى الخط المنتصف عن طريق اللاعب أحمد نور، وبذلك مصطفى شوكت. الآن 5 دقائق مرة، دخلنا بالدقيقة السادسة. 0-0 ما بين القرمة وما بين النجف. اليوم الأول لحساب هذه الجولة اللي انتهى بالليلة الماضية ما بين فريق الكرخ والموصل، اللي انتهت بالتعادل 2-2 للطلبة، والقاسم 3-0 للطلبة. الشرطة انتصر على زاخو 1-0. دهوك انتصر على أمانة بغداد 1-0، والجوية وأربيل الحبايب من دون أهداف. كل هذا شاهدناه بالليلة الماضية. أما اليوم هي ليلة الختام لحساب الجولة العاشرة. الجولة 11 ستنطلق بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم. ستشاهدونها كل المباريات عبر مجموعة قنوات شبكة الإعلام العراق، ما بين العراقية الرياضية، ما بين العراقية السريانية، العراقية الكردية. هنا كرة تلعب من الطرف الأيسر، هذه انطلاقة البشير غرياني، لكن الأقرب الخط الدفاعي كرار عامر بكرة لعبت انطلاقة، والمخالفة لمصلحة فريق القرم. على التنفيذ هذا هو جميل اليحمدي اللاعب العماني. جميل اليحمدي قادم من نادي الشباب العماني. جماهير القرمة لم تتوقف حتى هذه اللحظة من الهتافات والمؤازرة، والنتيجة لا زالت من دون أهداف. هنا الاستلام، هلو فائق بكرة لا زالت تلعب سريع الآن على مستوى الصدر، يغيرها إلى الأردني علي علوان. اليوم القرمة يفتقد أيضا لخدمات مهاجما أيمن حسين على دكة البدلاء. هذا هو محمد جاسم، بذلك علي علوان. كل الأنظار هنا علي علوان اللي سجل هدفين أمام النفط وسجل بشباك الكهرباء. بالنسبة لأيمن حسين سجل بركلة جزاء على الميناء. حتى هذه الجولة عالية الكرة رأسية، لكنها بعيدة على اللاعب كرار عامر. كرار عامر القادم من فريق الطلبة، لاعب أيضا لفريق النصر الكويتي، لاعب للشرطة، بداياته كانت مع النجف. اليوم يواجه فريق الذي انطلق منه اللاعب كرار عامر. لذلك الكرة اللي مرت برأسية إلى خارج الملعب. تستمر عجلة دورينا بالدوران مع ضغط المباريات كل 3 أيام جولة من أجل الدخول بالمنافسة الشرسة. أي نعم، يحتاجون لتعزيز الصفوف. فترة الانتقالات الشتوية قد انطلقت، لا زلنا بالمرحلة الأولى، لا زلنا بالجولة العاشرة، والقرمة لا زال حتى هذه اللحظة من دون أهداف. الفريقين دقيقة 9 تصل الآن لأيوب مودن اللاعب المغربي اللي لعب للشرطة أيضا على سبيل الإعارة، وكان لاعبا بنادي الفتح الرباط. كرة تلعب الآن، البشير غرياني اللاعب التونسي، هل غادرت بكامل محيطها؟ أي نعم، حكم اللقاء هذا ما يؤكد بهذه اللحظات. ننتظر الآن، المباراة تحتاج إلى أهداف من أجل أن تتحرك المياه الراكدة بهذا اللقاء. كرة تلعب الآن بوسط الملعب عن طريق اللاعب علي محسن. علي محسن القادم من الزوراء. كرة تلعب من اليسار، انطلاقة قرماوية برتقالية لا زالت، ومصطفى شوكت. مصطفى شوكت هو من يتصدى لهذه الكرة. نادي القرمة اللي تأهل لدوري النجوم الموسم السابق لأول مرة في تاريخه، كانت بعد الانتصار على نادي الرمادي بنهائي الدوري الممتاز بنتيجة 2-0. حتى هذه اللحظة نتذكر من سجل الهدفين على الرمادي كان اللاعب دوحي الشمري وعلي نجم. في ليلة جعلت القرمة تذهب إلى أو تحلق وتتأهل إلى دوري نجوم العراق.
وكرر عامر. ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ هنالك لاعب يسقط متأثرا بالإصابة داخل منطقة الجزاء. ماذا هنالك؟ ماذا حصل؟ لنشاهدها بالإعادة. اعطيني اياها يا سيد المخرج، خلينا نشوف ماذا جرى هنا. هو من فقد التوازن. تدخل من الحارس على اللاعب رضا فاضل. رضا فاضل بالمناسبة سجل على أربيل وسجل على الطلبة. اللاعب رضا فاضل الهدفين سجلها على أربيل، 3 أهداف حتى اللحظة. رضا فاضل. أيمن حسين على دكة البدلاء بالنسبة للقرمة. حكم اللقاء علي أحمد شاكر يقول لك العب، ليس هنالك أي شيء. وهنا الضربة الركنية ستنفذ لسجاد رعد. سجاد رعد بالانتظار. هذا سجاد بكرة نفذت سريعة لحمزة عدنان، يسارية عالية يوسف أومارو وبذلك الكرة تلعب بهذه اللحظات. لا زالت الآن يسارية بعيدة كل البعد، تحولت إلى خارج الملعب. مباراة لا زالت هذه، لأكون صريح، مباراة لا زالت من دون اختبارات صعبة. وصول واحد عن طريق يوسف أومارو، تصدى لها مصطفى شوكت، بعدها كرة لعبها اللاعب علي علوان. القرمة الآن يحاول أن يسجل أول الأهداف. أما بالنسبة للنجف ينتظر أن يقتنص أحد المرتدات، يبحث عن المرتدات لأنه متراجع ما بعد أو ما قبل خط المنتصف. هذا ما نشاهد أمامنا بالصورة عزيزي المشاهد. كرة لا زالت بوسط الملعب، عالية الكرة لكن حمزة عدنان كان موجود. هنا البشير غرياني، تمويه ممتاز من التونسي بشير، يتحصل على رمية جانبية. كانت مواجهة تونسية عمانية مع جميل اليحمدي، لاعب المنتخب العماني جميل اليحمدي من اللاعبين المميزين. الانتقالات التي قدمها القرمة هذا الموسم انتقالات مميزة، أسماء كبيرة وصلت للعب لشعار القرمة. حتى اللحظة القرمة بالمركز الخامس برصيد 17 نقطة، منافسة شرسة لا زالت مع الزوراء بنفس النقاط أيضا. بالمناسبة الجولة القادمة القرمة سيواجه القوة الجوية والنجف سيواجه الكناري الكرخ. كرة تلعب الآن، الوفاق يخسرها، انطلاقة للنجف، نجفاوية الآن، نجفاوية للبشير. غرياني يحاول البشير لكن الكرة بعيدة عليك يا البشير غرياني. كرة مرت إلى خارج الملعب. هذا رضا فاضل اللي يندب حظه، وهذا هو البشير غرياني. قريبين من الدخول بالربع ساعة الأولى ولا زالت المباراة من دون أهداف. خط الدفاعي بكرة لفريق القرمة، تمريرة لا زالت. بالمناسبة القرمة الموسم السابق أنهى وهو بالمركز الثامن، انتصر ب 15 مباراة، تعادل ب 11 لقاء وخسر ب 12 مباراة فقط. سجل من خلالها 43 هدف، يعني بأول تأهل بأول وصول إلى دوري نجوم العراق سجل بأول مواسمه 43 هدف واستقبل 33 هدف. أكبر انتصار لفريق القرمة الموسم السابق كان على نفط البصرة بنتيجة 5-0، انتصر على الحدود أيضا 3-0. لكن أكبر خسارة للقرمة الموسم السابق كانت من الشرطة بنتيجة 4-0. وصل لدور 16 ببطولة كأس العراق لكن خسر أمام زاخو بثنائي نظيف. موسم سابق مميز قدم القرمة، قلنا لكم بأنه أيضا تعادل مع الطلبة ومع الزوراء. يعني بالمناسبة هذا الموسم يريدون أن يظهرون بشكل آخر، بشكل مختلف. والكرة مرت لمصطفى شوكت. هنا لؤي العاني القادم من الطلبة، لعب للطلبة وللزوراء وللقوة الجوية، الآن يلعب للدفاع عن شعار القرمة. الكل يمني النفس بأن لا نشاهد إصابات في الفترة القادمة بسبب ضغط المباريات، كل 3 أيام جولة. نتمنى بأن يستمر على نفس النسق. هنا الإسباني
أنطونيو غازولا، خيار مميز بالنسبة لإدارة نادي القرمة بالتعاقد مع المدرب الإسباني أنطونيو غازولا. بالمناسبة كما ذكرنا لكم هو بدأ مسيرته في عام 1998، يعني قبل سنوات طويلة، بدأها مع ريال مايوركا للشباب. الكرة على الطرف الأيمن، حيدر عبود اليوم المدرب المساعد مع فريق النجف بكرة وصلت للأردني، لكن مصطفى شوكت هو الأقرب. مصطفى شوكت ويلعب بالنار وكاد أن يكلف غزلان البادية هدف أول. مصطفى شوكت المباراة السابقة تصدى لركلة جزاء، واليوم يريد أن يخرج بأجمل صورة. الأخطاء ممنوعة، وبالحديث عن الأخطاء القرماوي الآن هنا مصطفى شوكت لتصحيح الأخطاء. هنا مصطفى شوكت نعم يصحح الخطأ وينقذ فريقه من هدف أول للقرم. لؤي العاني، مباراة جميلة حتى هذه اللحظة، بدأت تتحرك نسبيا، يعني بدأت تتحرك على التنفيذ. ضربة ركنية للقرمة. لؤي العاني، لؤي العاني والتركيز بكرة تنفذ داخل منطقة الجزاء للقرمة. الآن الرأسية أبعدت عن طريق اللاعب أحمد نور، لا زالت للقرمة للبرتقالي، طلبها اليحمدي من اليمين بمفرد اليحمدي، بمفرد اليحمدي يا إبراهيم سعادة. هذه الكرة اللي وصل من خلالها الخطأ الفادح من مصطفى، كاد من الممكن أن يكلفهم هدف، لكن تدارك الموقف الحارس مصطفى شوكت بآخر لحظة. قريبة رأسية الآن بكرة تعود للخط الدفاعي. أيوب مودن، أيوب، كرة من اليسار لفريق القرمة. البحث عن أول أهداف اللقاء. عاشقين النجف، محبي غزلان البادية، وعاشقين صقور الغربية فريق القرمة لا زالوا يطمحون لمشاهدة أول أهداف اللقاء. من يقص شريط البداية؟ يوسف أومارو، مرور جميل، وهنا اللقطة تعود إلى النجف، عالية للبشير غرياني. البشير ينطلق يحاول، لكن الأقرب هنا العودة من هلو فائق القادم من نادي أربيل، هو ابن نادي أربيل. أول انتقال له لفريق القرمة. هذا البشير غرياني، على التنفيذ. هذا هناك، هل هنالك تشيكينج فار؟ لا أعتقد تستوجب. نعم، عودة لإحداث اللعب بالانتظار لحمزة عدنان. حمزة عدنان على التنفيذ لهذه اللحظات. كرة من الجهة اليسرى، الأقرب فريق القرمة منظم دفاعيا بهذه اللحظات. كرة وصلت لعلي علوان، علي علوان يتركها للؤي العاني، والتمريرة وصلت لجميل اليحمدي العماني إلى لؤي. دوران ممتاز، تمريرة ولا أروع. الله 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 يا لؤي، يا عيني يا لؤي. هدف أول ضاعت على أومارو، هي كراته، هو يعشق الكرات على الطاير، لكن الكرة تعود. جميل اليحمدي، هل يصوب من هذا المكان؟ القرمة الآن. الله 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 الله. مصطفى شوكت لا زال متماسكا، لا زال يتصدى للكرات الخطيرة. مصطفى شوكت يحرم القرمة من أول أهداف اللقاء للمرة الثالثة، ليست للمرة الأولى. على التنفيذ، القرمة أخطر، القرمة أقرب، البرتقالي ناويها. هل يفعلها القرمة ويسجل أول أهداف اللقاء؟ لنشاهد، ننتظر، نترقب. أنطونيو غازولا ينتظر إضافة أول الأهداف. القرمة الآن، البرتقالي الآن، صقور الغربية والرأسية، لكنها وصلت على اليسار. كرة لا زالت، دوران حاضر
انطلاقة موجودة عالية هنا علي علوان، لكن الكرة تعود البشير غرياني. البشير غرياني. تحركت المباراة يا جماعة، الأجواء أصبحت مختلفة الآن، اللقاء تحرك والهجمات موجودة وعلي علوان أقرب، وهنا حمزة عدنان أراد الكرة المقصية لكنها تعود. وصلت الآن هلو فائق، هلو إلى علي علوان، والكرة ليوسف أومارو لعلي علوان، وسهلة سهلة سهلة يا علي علوان. النشمي الأردني المتأهل إلى كأس العالم 2026 برفقة النشامة. الموفقية للمنتخب الأردني بكأس العالم، وأيضا بالموفقية لمنتخبنا الوطني بمباراة الملحق العالمي أمام بوليفيا أو سورينام. نتمنى بأن تأتي الفرحة، ستكون بشهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى، بأن تكتمل الفرحة ونذهب إلى كأس العالم ويتحقق الحلم الذي تأخر لسنوات طويلة. سلامات يا مصطفى شوقي. دورينا أصبح متابع بصورة قوية بالمنطقة العربية والشرق الأوسط بالكامل تقريبا، بالأخص بعد إضافة المحترفين العرب، وهو دورينا أيضا بتطور مستمر بكل تفاصيله. خلينا نعطيك معلومة على الطاير، معلومة سريعة عزيزي المشاهد. هذه المواجهة الثالثة ما بين الفريقين، مواجهتين سابقتين الموسم السابق القرمة انتصر بكلا المباراتين، أول مباراة 3-0 وثاني مباراة 1-0. آخر من سجل للقرمة بشباك النجف كان اللاعب علي حصني عندما كان مع القرمة، وبالنسبة للمباراة اللي انتهت 3-0 للقرمة سجل من خلالها جيفرسون باهية علاء الدين الدالي الذي انتقل الآن إلى الموصل، ويوسف أومارو اللي صوب هذه التصويبة الجميلة. أيضا هنا التصويبة اللي كانت من لؤي قبل هذه التصويبة كانت يوسف أومارو، قبل هذه التسديدة كانت للاعب يوسف أومارو من النيجر، تحديدا موسم آخر مع القرمن. إذا تلعب الكرة، جماهير القرمة تقدم أجواء جميلة، لكن النجف ينتظر بأن يعود. عرفناه ليس ناديا عاديا فريق النجف، غزلان البادية الذي تأسس بعام 1961. أول مشاركة له بالدوري كانت موسم 1987. التاريخ الكبير لغزلان البادية، يمرون بظروف صعبة. نتمنى من المعنيين الوقوف مع هذا النادي الذي يمثل النجف، مدينة الأدب، مدينة الدين، مدينة التاريخ الجميل، مدينة أمير المؤمنين علي عليه السلام. نتمنى من المعنيين الوقوف مع غزلان البادية بهذه الظروف الصعبة، وحتى من الجماهير يجب أن يؤازرون الفريق أينما حل وأينما ارتحل. لكن هنا جميل اليحمدي بكرة للقرمة، بكرة للبرتقالي، لا زالت لعلي علوان، التصويبة اصطدت وتعود برأسية بوسط الملعب. هذه الكرة لا زالت الآن القرمة أخطر، القرمة أقرب، كرة لهلو فائق، وتصويبة علي علوان مرت إلى خارج الملعب. هذا هو الدولي الأردني. سلامات، هنالك لاعب مستلقي على أرضية الملعب. سلام من هو اللاعب؟ خلينا نشوف، هل هو محمد جاسم؟ حيدر عبودي؟ لا هذا سجاد رعد. الأخ اللي كان موجود من علي علوان. 25 دقيقة يا من تتابع معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. طونيو كازولا والتوجيهات، الحديث مع لاعبين. طونيو كازولا أول مباراة له مع الفريق كانت بكأس العراق بالدور العشرين، انتصر على الرمادي بركلات الترجيح، ولكن أول مباراة له بالدوري انتصر على الميناء 2-0، تعادل مع زاخو وفاز على الغراف من دون خسارة حتى هذه اللحظة. رابع مباراة له بالدوري. أنطونيو غازولا
كرة من اليسار الآن، لا زالت الانطلاقة، تمريرة وصلت إلى البرتقالي إلى القرمة. التمريرة تحولت من الجهة اليسرى للبحث عن المساحات والمسافات، لكن بعيدة 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 هذه التمريرة بصراحة. حتى هذه اللحظة لم نشاهد أي اختبار صعب على حارس المرمى محمد حميد. لم يصل النجف حتى اللحظة لمرمى الحارس محمد حميد. أما بالنسبة لحارس النجف مصطفى شوكت فهو نقذ الفريق من 4 أو 3 فرص كانت محققة. على التنفيذ، إذن هنا الرمية الجانبية بالنسبة لفريق النجف. سيعودون غزلان البادية، ما هي إلا فترة صعبة وستنتهي، ما هي إلا أيام صعبة وستذهب، وسيعود غزلان البادية كما عهدنا. سيعود النجف مرة أخرى إلى مستويات المعهودة، إلى جماهير وعشاق كما كانوا يريدون. النجف سيحاول، سيكفيهم شرف المحاولة، وكرة للقرمة الآن للسطور الغربية عالية، لازالت الآن للقرمة الآن، دوران مع الكرة، وصلت على اليسار مكنزي الآن، أحمد مكنزي لاعب منتخبنا الوطني ليوسف أومارو، عالية الكرة رأسية أبعدت على مرتين. لؤي العاني، دوران مع الكرة، لازالت لجميل اليحمدي سريعة، والرأسية والإبعاد، وحمزة عدنان، والكرة إلى ضربة ركنية. كرة إلى ضربة ركنية الآن، هذا هو محمد جاسم. على التنفيذ، حمزة عدنان من اللاعبين المميزين، لعب لنوروز وللكرخ والجوية والطلبة والزوراء. بداياتها كانت مع الميناء، بداياتها مع السفانة مصطفى شوكت، لكن فيها راية فيها راية فيها راية. حتى اللحظة قريبين من الدخول إلى نصف ساعة أولى والمباراة من دون أهداف. راية راية راية، والتسلل موجود على المغربي أيوب مودن. عدد الجنسيات الموجودة بهذا اللقاء: المغرب، الأردن، النيجر، وأيضا بالنسبة للنجف التونسي البشير غرياني، وعلى دكة البدلاء التونسي نسيم الصيود، وأيضا اللاعب السوري محمد المرمور، وبالنسبة لبانوم اللاعب الأثيوبي والبشير غرياني. أما بالنسبة للقرمة الذي لا زال يحاول مع سلسلة من الهجمات، كرة من اليسار وصلت الآن، تمريرة خاطئة، والكرة تحولت من الطرف الأيمن. دوري نجوم العراق، دورينا الجميل بمسماه الجديد وبلحظاته المميزة وذكرياته الرائعة. موسم 2025-26 دخلنا بالعام الجديد، أول أيام عام 2026 نتمنى بأن يكون عاما مثاليا جميلا، ومحمد حميد يدخل. لكن الراية موجودة، الراية على ما أعتقد للإعلان عن الكرة بأنها ضربة مرمى. على التنفيذ، هذا هنالك حديث من حكم اللقاء علي أحمد شاكر. حديث موجود، هل هي للمطالبة بهذه المخالفة أو ماذا؟ اسمع 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 جماهير القرمة. لعبت الكرة، تلعب الآن يوسف أومارو، أجواء جميلة يصنعها جماهير القرمة من على المدرجات. نصف ساعة انتهت وربع ساعة متبقية على نهاية شوط اللقاء الأول، ولا زالت المباراة من دون أهداف. الكرة إلى خارج الملعب، الكرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية الآن. ضربة ركنية بهذه اللحظات.
بالنسبة لفريق القرمة البرتقالي. صقور الغربية بكرة لعبت سريعة الآن، ومصطفى شوكت مرة أخرى هم يواجهون مصطفى شوكت حتى هذه اللحظة. ضربة ركنية أخرى للقرمة، لكن الكرة ابتعدت إلى خارج. هذا هو نجم الشوط الأول حتى اللحظة، مصطفى شوكت نجم شوط اللقاء الأول حتى هذه الدقيقة. ننتظر ونشاهد. بكرة للقرمة، الانتظار للبحث عن الحلول، لكن الحلول مغلق. فاعل متماسك بالنسبة للنجف، وأيضا حارس للمرمى. شوف حتى مخرج اللقاء يؤكد لك بأنه حتى اللحظة. الله على كرة ملتفة وخاضعة المثالية من مصطفى شوكت. السابق قدم مباراة رائعة وتصدى لركلة جزاء وأنقذ فريقه من الخسارة أمام النفط. سجاد رعد، لكن الكرة للقرمة، الكرة للبرتقالي. نشاهد الآن، هل من الممكن أن نشاهد أول أهداف اللقاء بالشوط الأول أم سننتظر للشوط الثاني؟ كرة تلعب، يوسف أومارو رأسية إلى جميل اليحمدي العماني، بكرة لأحمد مكنزي. أومارو لكنها عادت للنجف. سجاد رعد، لكن تمريرة خاطئة باللقطة الماضية. مباراة لا زالت كرة واستلام على مستوى الصدر، لكن الدوران من علي علوان. طالت الكرة، هنالك صافرة من حكم اللقاء علي أحمد شاكر. حكم اللقاء علي أحمد شاكر بكرة. هذا علي علوان الخطير، إذا أتاحت له فرص أمام المرمى سيسجل لا محالة. كرة للنجف، يحتاجونك اليوم يا رضا فاضل ويا بشير غرياني. ملعب الكابتن شرار حيدر، بكرة لبشير غرياني، مرر لحمزة عدنان. يكون أكثر صراحة. الشوط الأول ليس بالمستوى المطلوب ما بين الفريقين، مستوى متوسط أو أقل من ذلك، وبذلك الأمور لا زالت صعبة على الفريقين لطالما ليس هنالك أهداف، بغض النظر عن من مستحوذ، من مسيطر، من يصل أكثر، من يهدد أكثر. لكن كرة القدم أهداف، كرة القدم نتائج، من يسجل، من ينتصر، من يأخذ النقاط الثلاث. ننتظر ونترقب بهذه اللحظات الأجواء التي لا زالت صعبة ما بين القرمة والنجف. الدقيقة 34 حتى هذه اللحظة بملعب الكابتن شرار حيدر. نشاهد ونترقب. كرة بوسط الملعب، تحولت الآن إلى القرمة. الانتظار لا زال. يشاهد الآن كلا المدربين حيدر عبودي وأنطونيو غازولا. كرة لا زالت من اليسار، المحاولة والانتظار. شوط أول لا زال هادئا لم يكشف عن جميع أسراره. سننتظر ونترقب. نشاهد الآن، ممكن تحصل مفاجآت، ممكن نشاهد الأهداف، ممكن ننتظر للشوط الثاني. هنا كرة في الأيمن إلى علي، هنا كرة لا زالت لكن مستخلصة. عالية الكرة من حمزة عدنان. مستخلصة من النجف، فريق القرمة وضغط العالي، لكن هنا لفريق النجف تعود. الانتظار، كل الانتظار. 10 دقائق متبقية على نهاية شوط اللقاء الأول، ولا زالت الأمور نوعا ما صعبة على الفريقين، بالأخص فريق النجف لأنه يعاني من ضغط رهيب
من لاعبي فريق القرمة. تلعب الكرة الآن من الطرف الأيمن، جميل اليحمدي يحاول أن يرسل كرة، لكن هنا حمزة عدنان قراءة أفكار، تمتع بخبرة مميزة حمزة عدنان كما ذكرنا لكم، لعب لنوروز والكرخ الجوية والطلبة والزوراء، بدايات انطلق من الميناء، وكرة لعبت من الطرف الأيمن لفريق النجف. سجاد رعد، تمريرة تحولت، لا زالت من الطرف الأيمن لكنها مستخلصة بهذه الأثناء بكرة على اليمين. الله عن نقله، الله عن تمريرة، لا زالت بهذه اللحظات كرة تلعب يوسف أومارو، لكن طالت الكرة والنجف هم الأقرب. نشاهد الآن بوسط الملعب، ها هنا البحث عن المساحات، لكن البحث عن الحلول نوعا ما صعب، لأن الزاوية الجهة اليمنى تحديدا غابت عنها المساحات. وهنا يوسف أومارو، لكن يتدخل الخط الدفاعي باللقطة الماضية، وبذلك الكرة لعبت من هذه المسافة، وصلت لأحمد ماكنزي إلى خارج الملعب، اصطدت بأحمد نور، تعرض لكثير من الالتحامات اليوم أحمد نور حتى هذه الدقيقة، وبذلك القرمة وعلي علوان هو الأقرب. دوران مع الكرة، البحث عن الله لؤي العاني، لكن الكرة لا زالت من الجهة اليسرى. انتظار الآن لعلي علوان النشمي الأردني، ومصطفى شوكت مرة أخرى، الحارس مصطفى شوكت مرة أخرى يتصدى لهذه الفرص. بنفس التوقيت مباراة الزوراء والغراف أيضا نتيجتها 0-0 من دون أهداف كلا المباراتين اللي تقام بنفس التوقيت. وكرة تصل بهذه اللحظات سريعة الآن من اليسار، البشير غرياني، خذ وهات، البحث عن تمريرة لكن تأخر فيها، عودة من اللاعب سجاد رعد، لكن تلعب من حمزة عدنان. عالية الآن، البحث عن الخطير رضا فاضل بعدما سجل ثنائية على أربيل، وسجل بشباك الطلبة هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة، لكن اليوم ينتظر، غاب عن التسجيل منذ مباراة أمانة بغداد والجوية ودهوك وحتى النفط. لؤي العاني، جماهير القرمة اللي تقدم أجواء حماسية رغم برودة الأجواء. هنا أحمد نور على تنفيذ الرمية الجانبية، تلعب الآن رأسية، لا زالت حاضرة بهذا التوقيت، وكرة لا زالت بوسط الملعب. دوران الآن فريق اللاعب رضا فاضل، دقائق شوط اللقاء الأول أصبحت قريبة من النهاية، ولا زالت المباراة من دون أهداف حتى هذه اللحظة. كرة تصل لغزلان البادية لفريق النجف، كرة لا زالت من الطرف الأيمن، وهنا المساحات، الله للنجف، هذه للنجف خطيرة، لكنها وصلت على اليسار. البشير غريان، تمريرة سريعة، حمزة عدنان، عالية الكرة، رأسية وإبعاد بالكرة الماضية، وصلت من اليسار. هذه محاولة بالنسبة للقرمة، محاولة للبرتقالي يوسف أومارو، ينتظر ويشاهد نقل الآن، هذا هو هلو فائق، ننتظر الآن، والصافرة بطاقة صفراء. علي محسن يتحصل على البطاقة الصفراء، اللاعب القادم من الزوراء، قدم موسم مميز مع الزوراء الموسم السابق. سلامات لمحمد جاسم، محمد جاسم كما ذكرنا لكم بصراحة مشاهدينا ومتابعينا، المستوى لا زال متوسط أو أقل من ذلك بشوط اللقاء الأول، والأمور هادئة. أما بالنسبة للأهداف لا زالت غائبة. لنشاهد
5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لشوط اللقاء الأول، وبذلك الكرة هنا المخالف. ايضا حديث لا زال مع حكم اللقاء علي احمد شاكر. أربع دقائق تقريبا على نهاية الوقت الأصلي. نعم، هنا لقطة الإعادة. هنا البحث عن المساحات. البحث عن المساحات لم تكن موجودة. اليوم التدخل كان حاضر رضا فاضل. هذا هو رضا فاضل، 3 أهداف حتى اللحظة. بالمناسبة فريق النجف سجل حتى الآن فقط 7 أهداف، فقط 7 أهداف سجل فريق النجف. أما بالنسبة للقرمة سجل 11 هدف حتى الجولة العاشرة. 11 هدف القرمة سجل. ننتظر ونشاهد. القرمة هذا الموسم خسر خسارة أو خسارتين، خسارة واحدة عفوا، خسارة واحدة من أربيل فقط. هنا المخالفة، خسر من أربيل ومن الشرطة أيضا للتصحيح. من أربيل ومن الشرطة التصويبة لكن اعتلت. يعني إذا تكلمنا عن نتائج فريق القرمة هذا الموسم، انتصر على دهوك وانتصر على النفط، تعادل مع الزوراء، خسر من أربيل، انتصر على الكهرباء وخسر من الشرطة، وانتصر على الميناء، تعادل مع زاخو وفوز على الغرة. خسارتين فقط، ليس خسارة واحدة، اعتذر عن الخطأ. خسارتين أمام أربيل وأمام الشرطة. أربيل 2-1 والشرطة 1-0. يوسف أومارو بكرة لعبت إلى هلو فائق. هلو فائق بكرة تحولت، لكن الأقرب الآن الخط الدفاعي. فريق النجف يبحث عن المرتدات. هذا السريع أمام رضا فاضل وأمام أيوب مودن. رضا فاضل، الله الله الله، رضا فاضل غزلان البادية والتصويبة لكنها لا خارج الملعب. مرت على البشير غرياني. سلامات 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 لبشير غرياني، سلامات للتونسي لنسر قرطاج، سلامات. هذا حصل لنشاهده بالإعادة. هل هنالك التحام؟ لكن عملها بصورة جميلة، لغتنا الدارجة سواها بصورة حلوة. الله الله يا رضا فاضل، الله يا رضا فاضل. شوفون المرور أمام أيوب مودن، تمريرة بخارج القدم، ولكن هل هنالك تدخل؟ سننتظر أيضا أمجد كامل والحديث مع حكم اللقاء. لا أعتقد هنالك شيء. هنا المشجع القرماوي الأصيل الذي حضر وقطع المسافات إلى العاصمة بغداد. هنالك تشيكينج فار على ما أعتقد، هنالك تشيكينج فار. آخر دقيقة من شوط اللقاء الأول. ماذا يؤكد علي أحمد شاكر مع أمجد كامل بغرفة الفيديو؟ يتكلم مع غرفة الVAR. أجواء جميلة يقدمها جماهير القرمة بالأنغام والموسيقى الغربية. سيذهب بنفسه علي أحمد شاكر لمشاهدة الحالة بهذه اللحظات. شوف جماهير النجف رغم العدد القليل ماذا حصل لغزلان البادية، ماذا جرى لنادي النجف بعدما يمتلئ على الآخر الآن بوضع صعب. غزلان البادية أي ظروف وأي صعوبات يمر بها فريق النجف. نتمنى بأن يعود بالفترة القادمة، نتمنى بأن يعود النجف كما عاهدناه كما عرفناه. لا يجب أن ننسى بأنه شارك بدوري أبطال آسيا ب 2007 بقيادة عبد الغني شهد.
بذكريات الهداف التاريخي علي هاشم اللي سجل 129 هدف خلال 15 موسم مع الفريق. هنا البشير غرياني، الوقت الأصلي انتهى، الوقت البدل الضائع الآن أو الآن. ننتظر الآن. البشير غرياني رضا فاضل الذي قدم تمريرة جميلة، لكن هنا تدخل. هل كان موجود على علي محسن؟ علي محسن اللي تعرض للبطاقة الصفراء قبل لحظات. بانتظار قرار حكم اللقاء علي أحمد شاكر، والوقت الأصلي انتهى. 5 دقائق كوقت بدل ضائع قدمها الطاقم التحكيم. بنفس التوقيت هنالك الزوراء والغراء اللي نتيجتها 0-0. انتهى شوطها الأول وهنا لا زال علي محسن وحكم اللقاء علي أحمد شاكر. نشاهد ونترقب. خلينا نشوفها بصورة أوضح. نعم، ما أعتقد خرجت الكرة أولا. هو سدد الكرة، أي نعم سدد الكرة. حتى حكم اللقاء علي أحمد شاكر يتحدث مع أمجد كامل بغرفة الفيديو. هو سدد الكرة على ما أعتقد بشير غريان. أي نعم سددها، لكن ما هو القرار؟ ما هو القرار يا سيد قاضي اللقاء علي أحمد شاكر؟ ماذا يؤكد بهذه اللحظات؟ هل هنالك ركلة جزاء؟ لا، ننتظر القرار. هنا القرار، ليس هنالك ركلة جزاء. نعم، هو صوب الكرة بعد ذلك حصل تدخل. أنا أعتقد لما يتسبب بمضايقته اللاعب علي محسن. أيضا الدقائق تمر وآخر ثواني شوط اللقاء الأول. لا زلنا نشاهد فريق القرمة لا شيء والنجف لا شيء، والفريقين حبايب حتى هذه اللحظة وقريبين من نهاية شوط اللقاء الأول. جماهير القرمة والأجواء الجميلة على مدرجات ملعب الكابتن شرار حيدر. كرة بوسط الملعب، كرة لا زالت من اليسار. البحث عن المساحات بكرة اصطدت، والنجف مرة أخرى بشير غرياني. هذه المحاولة للتونسي، يقف على كرته، يمرر تمريرة سريعة، لا زالت تصويب لكنها بعيدة من سجاد رعد، بعيدة من سجاد رعد. ننتظر الآن كرة على اليسار، آخر دقيقة على نهاية الشوط الأول. كرة لا زالت. تأخرت انطلاقة المباراة اليوم، تقريبا سندخل ب 60 دقيقة. من المفترض أن تنطلق الصافرة في السادسة والنصف، لكن هنا القرمة للمحاولة للبحث عن هدف أول، لكن الإبعاد موجود. والقالي تصل مرة الظهور الغربية. هذا القائد الحارس محمد حميد بكرة عالي. محمد حميد صاحب 32 سنة اللي لعب للجوية والشرطة، طلب وزاخه بداياته مع الرماد مع نادي الرماد. كرة لحمزة عدنان، حاق بالكرة، تمويه ممتاز حمزة عدنان وإلى لا لم تغادر بشير غرياني. بشير غرياني بكرة تحولت الآن صراعات بدنية، ويوسف أومارو بآخر هجمة بالشوط الأول. آخر هجمة بالشوط الأول علي علوان ليوسف أومارو، كرة لجميل اليحمدي العماني، تمريرة ذكية لكنها إلى ضربة ركنية أو رمية تماس. هذا يؤكد حكم اللقاء ضربة ركنية.
على التنفيذ. ضربة ركنية الآن لصقور الغربية للبرتقالي، عالية الكرة خطيرة لكنها أبعدت، لا زالت إلى خارج الملعب. ضربة ركنية أخرى لفريق القرب. ضربة ركنية على التنفيذ بكرة تحولت سريعة الآن، ومصطفى شوكت يتدخل. وتجاوزنا ال5 دقائق يا سيد الحكم، دخلنا بالدقيقة السادسة ومصطفى شوكت يشكو من الإصابة. على ما أعتقد يجب أن يقدم أو يطلق صافرة نهاية شوط اللقاء الأول. كازون هنا لقطة الإعادة، مصطفى شوكت اللي أبعد، لك التدخل كان موجود من قرار عام. سلامات للحارس مصطفى شوكت، سلامات يا مصطفى شوكت. هنا أيمن حسين، هنا مهاجمنا الدولي على دكة البدلاء بسبب الإصابات اللي تعرض لها بالفترة السابقة، وعلى ما أعتقد اليوم جاهز. هذه اللقطة قرار عامر يرتكب المخالفة، هذه أخطر فرصة للنجم. تمريرة رضا فاضل إلى بشير غرياني، متى ستصل صافرة نهاية شوط اللقاء الأول؟ دخلنا بالدقيقة 7 و8. كرة من اليسار تعود مرة أخرى إلى القرمة، سريع الآن من الطرف الأيمن جميل اليحمدي، لكن يتدخل حمزة عدنان. هي رسالة أيضا لحكامنا، يجب أن يكونون دقيقين بالوقت على بداية اللقاء وعلى الوقت الضائع. كرة تلعب الآن لفريق القرمة الرأسية، وأخيرا تصل صافرة نهاية شوط اللقاء الأول من الحكم علي أحمد شاكر. لا تذهبوا بعيدا، استراحة قصيرة ثم العودة لشوط اللقاء الثاني. القرمة والنجف حبايب من دون أهداف حتى هذه اللحظة.
العريق نعم تتغنى وتنشد وتتفاءل بهدف الأول. الله 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 الله، نعم تتفاءل يدرك قدم هدف أول، هدف ليكافئ الجماهير على هذه الفرحة الكبيرة، ليكافئ الجماهير على هذه نعم العبارات والدعم المتواصل والحضور الكبير للبرتقالي، لمؤازريه، لداعميه، لمشجعيه في هذه الموقعة. أيمن محمود يرتقي، أيمن من هناك يتقي أول الأهداف. أول من كرة عرضية، من كرة ثابتة ولعبت بشكل عرضي، ومن هناك يبصم على أول الأهداف ويكسر هذا الصمت. وأخيرا أول الأهداف بعد فرص تألق بالتصدي ولمنعها مصطفى جاسم في مدرجات ملعب اللقاء بين محسن يونس. جول جول جول، الهدف الثاني لمصلحة فريق نادي ديالا، يواصل هذا التألق، يواصل من هناك أيمن صفاقسي يسجل أول أهداف هذا الموسم، أول مع فريق نادي ديالا في بلاد الرافدين. مسيرة نعم يدون أيمن أول أهداف المباراة وثاني أهداف ديالا. فريق التألق نادي القوعاني في لحظات ونص الفرحة الكبيرة في مدرجات ملعب ديالا. حتى مر حسين من نعم ومرر الذي لم يتأخر هنا في مكان، هناك تسديد الثالث لمصلحة، الثالث في هذه اللحظات وسط صدمة وفرحة بنفس التوقيت في مدرجات ملعب المباراة. نادي ديالا يوقع على ثالث الأهداف قبل نهاية الفصل الأول، الثالث للأبيض، الثالث فريق نادي ديالا بكرة ثابتة من وقع على أول أهداف في المباراة. الثالث نعم والثاني له فيها بكرة يجمد من خلال سينما عاجزا أمامها، يتفرج على ثالث الأهداف وعلى أصعب الفترات. وبذلك الآن هذا هو كوسيموف. الله يا ساتر، ساتر تصويبا كوسيموف سجل أول هدف بغدادي بأغداد ثانيا. نعم هدف جميل العاصمة هنا نحن نقارع وسنثبت ذلك هنا أمانة بغداد. يكن الانتصار على الطلبة صدفة، ولم يكن الانتصار على نوروز صدفة. هنا أسود العاصمة وبأقدام باختيار كوسيموف. الله الله الله، باغتت أحمد باسل كرة صاقية، نعم غيرت نعم الرياح مجرى، كانت صعبة على الحارس أحمد باسل. أي تصويب وأي مفايز قدمها أمانة بغداد، ازدادت الصعوبات على ينتظرون الآن فريق يعدلون النتيجة بالكرة من الطرف الأيمن لا إلى منك مندي. الله 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 الله، جول أو ماذا؟ لا يوجد تسلل. نعم المواس تسللا وحسين علي
وكرة لهدف التعادل. هدف التعادل يصل شوط أول فين. تحضير من الطرف الأيمن، هل يصوب من هذا المكان؟ هي ليلة الأوزبكي، هي ليلة الأوزبكي. كوسيموف يسجل الثاني لأمانة بغداد. الله 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 على عرضية، والله على رأسية، وعلى هدف ثاني لأسود العاصمة. أسود العاصمة يسجل ثاني أهدافه. وأي كرة لعبت، وأي تمريرة مررت، وأي إنهاء، وأي فينيشنج عالي قدم الأوزبكي. كوسيموف، باختيار كوسيموف يسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 51. شوفوا بالإعادة، هي بدأت، هي انطلقت. محمود أحمد قدم له كرة على طبق من ذهب. محمود أحمد، شوف هي بدأت من فلافيو اللاعب الأنغولي، مررت من هنالك، وصلت لمحمود أحمد عالية. يا عيني يا عيني، باختيار كوسيموف. ثاني أهداف أسود العاصمة، ثاني أهداف أمانة بغداد. من أجل الوصول إلى لقب يطمح به من خلال جماهير القوة الجوية، الوصول إلى ما يتمناه. وجول ترب جورجيس يسجل أول أهداف المباراة. صقور الجبال، صقور الجبال، صقور الجبال الآن تحلق في ملعب المدينة على حساب صقور العاصمة. وهدف أول عن طريق بيتر جورجيس. بيتر جورجيس يسجل هدف أول، هو رابع أهدافه خلال هذا الموسم مع دوك، بعدما سجل هدفين على نفط ميسان وهدف على نوروز. يأتي الآن ويسجل هدف أول في مرمى القوة الجوية. لاحظ بغفلة من دفاعات الصقور، صقور الجوية الجوية من خلف المدافعين ينسل اللاعب بيتر جورجيس ويسجل أول أهداف المباراة. كانت المطالبة هنا بوجود خطأ، وهنا بيتر جورجيس اللي ينطلق بسرعة ويضعها من تحت الحارس محمد رحيم ليسجل أول أهداف المباراة. لاحظ اللمسة التمريرة الجميلة اللي كانت عن طريق يوسف الإمام المدافع لفريق دهوك، لذلك يستغلها خير استغلال اللاعب بيتر جورجيس ويضعها من تحت أقدام الحارس محمد رحيم. لا زالت تترقب جماهير فريق القوة الجوية ودهوك. هنا بيتر داخل منطقة الجزاء، المحاولة تستمر. بيتر هل يفعلها من جديد؟ ثاني. الله 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 يا بيتر جورجيس. بيتر جورجيس يسجل هدف ثاني لدهوك، يسجل هدف ثاني لفريق دهوك. بيتر جورجيس، بيتر جورجيس يتلاعب بدفاعات القوة الجوية ويضع كرة قوية في مرمى الصقور، صقور العاصمة، ليسجل لصقور الجبال هدف ثاني في هذه اللحظات. الدقيقة 33 يسجل بيتر جورجيس هدف ثاني ويضاعف النتيجة لتصبح النتيجة هدفين لفريق دهوك مقابل لا شيء لفريق القوة الجوية. لاحظ هنا الإعادة، هنا التمريرة بالمباشر، يستغل لاعبي فريق دهوك تقدم لاعبي القوة الجوية، وبيتر جورجيس مر بهذه الطريقة من أمام إيدير مقدم وباليمين يسجل، سجل باليسار ويسجل باليمين. لذلك بيتر جورجيس يبقى واحد من الأسماء الكبيرة في دورينا وواحد من الأسماء المهمة مع فريق دهوك الموسم الماضي وهذا الموسم. لذلك بيتر جورجيس يفعلها ويسجل ثاني الأهداف في هذا اللقاء لفريق دهوك على حساب القوة الجوية. تكلم عن نفط ميسان، هذا شيء طبيعي، يمتلك بطاقة حمراء، لكن هنا أربيل والقلعة الصفراء. تيميروف يسجل أول الأهداف. الذئب الأبيض الأوزبكي، نعم، تكلمت القلعة الصفراء. وفي آخر أيام العام يؤكد أربيل الصدارة. هيا بنا لنستعيد شريط الذكريات، هيا بنا لنستعيد شريط الإنجازات والتاريخ الجميل. هنا الأوزبكي شيرزود تيميروف يسجل 9 أهداف هذا الموسم وأول أهداف اللقاء. شوف سيفن منصور دخل فغير أمور كثيرة، تمريرة وصلت جميلة ولا أروع. طريق المرمى جيدا، حضرت هذه اللقطة
اللقطة، هل فيها راية أو لا؟ هل فيها راية أو لا؟ الإنهاء جميل، الهدف جميل، لكن يبقى السؤال، هل هنالك الراية أو لا؟ أربيل يدون، أربيل يسجل، القلعة الصفراء تكلمت بهذه اللحظات. كرة تلعب، نقل الكرة على الطرف، المحاولة إلى ديبوتي، واحدة في الأمام يا ديبوتي، الكرة إلى عبود، عبود يلعب الكرة، ديبوتي وناصر محمدو، ديبوتي وناصر، الله، نسر نيجيريا يحلق عاليا في سماء مدينة الخابور، وهنا الإنذار الأول، معه ضربة أولى لديبوتي، الضربة مع اشتداد البرد، والكرة في مرمى محمد شاكر. هكذا أجواء، هكذا حضور، لا تحتاج إلى أسد وإلى نسر نيجيري قادر على اختراق دفاعات الكناري. هنا محاولة وهنا كرة وصلت إلى المرمى ويحتفل بطريقته الخاصة. لاحظ الكرة التي لعبت، عبود واساس عالمي، المرور والدخول، اختراق واختيار، والكرة في الجول. الله، لاحظ اخترق، وصل، عرف الطريق، وها هو الهدف وسط الثلوج المتساقطة. زاخو يهز الشباك كأن الجبال نفسها تصفق لهذا الإبداع وهذا الجمهور. السيد أيمن الحكيم بكل ما يتاح له من وسائل الضغط، مجتبى صالح على الطرف، حسين زياد ومصعب جمال، 1 2 3 4 5 والسادس موجود، الكل يضغط من الكرخ. زياد، التمريرات السهلة خير من الكرات العرضية. الله، حضر البابلي، حضر برهي ليعطي البرهان، والتعديل للكناري، للكرخ يأتي الآن. من الذي وضعها في المرمى؟ من الذي وضعها في الجول؟ ولكن في المجمل إن الكناري يغردوا هنا في الأعالي، يغردوا في مدينة الخابور في وسط الثلوج. هنا يأتي هدف التعديل، ويونس حمود يضع الكرة في المرمى وليس حسن علي بري، يسجل من جديد، يضع من جديد، والهدف الرابع ليونس. لاحظ التمريرة من زياد، كسرت الخطوط، وصلت إلى حمود، حطها في الجول. يعرفان بعضهما البعض جيدا، واصطاد علي كاظم في كرة عجز عن هادوكان، عجز عن ردها علي كاظم. الله الله الله، بوسط ملعب غير شوية. بدا يبكي. عموري
إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، أجدد التحية لكم أينما كنتم. إذا العاصمة العراقية بغداد التي تحتضن هذا اللقاء بملعب الكابتن شرار حيدر ما بين فريق القرمة وما بين فريق النجف. انتهى شوط اللقاء الأول وهم حبايب من دون أهداف. الآن الشوط الثاني انطلق على بركة الله. حسين سمير أجدد لكم التحية. أمين النجف من اليسار 0-0 حتى في نفس التوقيت لقاء الزوراء والغراف من دون أهداف كذلك أيضا هنالك بملعب الزوراء. هنا نشاهد، هنا ننتظر ما هي خيارات المدرب الإسباني أنطونيو كازولا. أما بالنسبة لحيدر عبودي اللي لا زال متماسكا بالنسبة للخطوط الدفاعية. نشاهد الآن هذا هنا كتيبة فريق القرمة أبناء المدرب الإسباني، وبذلك الكرة بخارج القدم تلعب من الطرف الأيمن. انطلاقة لا زالت بهذه اللحظات عالية الكرة لكنها إلى خارج الملعب. المدرب الإسباني أنطونيو كازولا الذي بدأ مع ريال مايوركا للشباب في عام 1998 اليوم مدربا للقرمة، يريد أن يقدم مستويات جيدة. أما بالنسبة لحيدر عبود اللي يقود الفريق لمباراة أخرى بهذه اللحظات. شاهد الآن هذه كرة بوسط الملعب، 45 دقيقة أخرى مليئة بالشغف والحماس. هل تكون بنفس مستوى الشوط اللقاء الأول أو أعلى؟ نتمنى بأن يكون أعلى، لأن في فترة من الفترات شوط اللقاء الأول كان هادئا، كان ليس بالمستوى المطلوب، متوسطا على مستوى الأداء وعلى مستوى الاختبارات. تدخل كثيرا مصطفى شوكت حارس المرمى للتصدي لأخطر فرص فريق القرمة. كرة تلعب الآن، هذه سريعة للقرمة لكنها اصطدت وإلى الجهة اليسرى. كرة لا زالت من اليمين، محسن هو الأقرب، علي محسن، أيوب مودن، أيوب نحو الأمام بكرة تحولت لا زالت بعيدة على جميل اليحمدي، بعيدة اليحمدي. نشاهد الآن هذا علي علوان الدولي الأردني أهداف الضرب الأخيرة. الأمور لا زالت هادئة حتى هذه اللحظة. كرة عادت الآن، ممكن نشاهد هدف يغير مجرى اللقاء بالكامل، ممكن نشاهد وطعم مختلف لهذا اللقاء. كرة بخارج القدم تصل لليمين، لا هذا هو أحمد نعيم اللي يرسل الخاطئة باللقطة الماضية. الكرة لا زالت، هذا لؤي العاني بالرقم 10 بخارج القدم، ارسلها سريعة لأحمد ماكنزي، لا زالت لم تغادر. أحمد ماكنزي الآن غادرت الآن إلى رمية تماس، تلعب بهذه اللحظات. كرة من اليسار لكن أحمد نعيم هو الأقرب. نحتاج شوية وقت بالدخول بأجواء الشوط اللقاء الثاني. لذلك الكرة لعلي محسن إلى أيوب مودن، أيوب مودن يرسل بكرة أومارو على اليمين الآن إلى خارج الملعب. تغييرات الآن الدقائق البقية تحولت والصراعات البدنية لا زالت بين الطرفين، لكن القرمة شاهدناه أخطر بالشوط الأول، لكن تدخل في كرة رمية تماس. أحمد اللي أمامك بالصورة لاعب اللي النفط أحمد، وبذلك الكرة
تدخل كان طريق اللاعب النقاز حيدر عبودي، معنوي للاعب غرفة تبديل. الكرة قربية، الله الله، مصطفى شوقي تصدى للقطة الماضية. كرة تلعب الآن، تعود للنجف، وبذلك الكرة صافرة من حكم اللقاء علي أحمد شاكر، وبذلك الصافرة الآن مصطفى بالصورة، لولا لكانت النتيجة الآن أكثر من هدفين لفريق القرمة. كرة تلعب سريعة ليوسف أومارو، القوة البدنية لكن يتفوق محمد جاسم. سريعة الآن، رأسية ملعب على اليسار، أحمد مكنزي ينطلق نحو الأمام بكرة وصلت علي علوان الخطير، علي علوان بكرة لجميل اليماني إلى زميل التصويب، بعيدة هذا من اللاعب فريق إبراهيم سعاد دولي الأردني. هذه الشوط الثاني رأسية من كرار شوكت، والقائد خير صديق هي من أدى الأصدقاء لحال تنفيذ الآن حمدي التونسي على التنفيذ مرة أخرى من هذه محاولة قرمة انطلاقة، لكن حمزة عدنان علي علوان بكرة تحولت رمية تماس. في هذه اللحظات حمزة عدنان يقدم مباراة ممتازة اليوم، كان له حديث مع جماهير في الجولات السابقة. نشاهد على التنفيذ في هذه اللحظات، والنجف حبايب حتى اللحظة. البشير لكن خارج الملعب، إلى خارج الملعب بهذه اللحظة ركنية. شاهد وننتظر أنا وإياك هنا عاشقين غزلان البادية. هنا حمزة عدنان على التنفيذ، ننتظر الآن حمزة عدنان على التنفيذ الركنية اليسارية لغزلان، لكن يوسف أومارو يدعي والعرضية العالية الآن داخل سريع يصل بالنسبة لفريق النجف. محمد حميد يتصدى باللقطة ردة الفعل للحظ. محمد حميد يندب حظه على إضاعة هذه الفرصة، ضاعت بصورة غريبة باللقطة الماضية، وبذلك التصويب الآن لا النجف عالي ببداية شوط، لكن تحولت رمية نشاهدها وننتظرها. أحمد شاكر حكم اللقاء جانبية، أحمد نعيم بكرة عالية الآن وصلت بهذه الأثناء من الجهة اليسرى، سريعة تلعب حتى اللحظة. الشوط الثاني هادئ رغم وجود الهجمات اللي شاهدناها للقرمة ولفريق
النجف، لكن نتحدث عن انسيابية اللعب، عن الانضباط التكتيكي داخل الملعب. حتى اللحظة لم نشاهد نقلات متتالية، لم نشاهد تحركات واضحة. الأطراف هي طريقة اللعب ومفتاح اللعب بالنسبة للفريقين. استخلاص الكرة عن طريق اللاعب هلو فائق، هلو فائق إلى جميل اليحمدي، جميل لعلي محسن، علي محسن بكرة سريعة للاعب أحمد مكنزي، لاعب منتخبنا الوطني مكنزي بكرة لكرار عامر. الآن كرار عامر يلعبها سريعة، لا زالت إلى علي محسن، علي محسن يغيرها للطرف الأيمن. جميل اليحمدي الآن، جميل اليحمدي لعلي محسن، سلسلة من التمريرات، سلسلة من المحاولات، نقلة لا زالت بالانتظار. يوسف أومارو إلى العاني، العاني يخسرها، كرة عادت رضا فاضل، رضا فاضل اللي بمفردة، أين المساندة؟ رضا فاضل بمفردة ينتظر التحركات، ينتظر المساندات، يقاتل بوحده، لكن الكرة مستخلصة بالتأكيد. الكثرة تتفوق على المهارة، الكثرة تتفوق على المهارة. سلامات سلامات. هل هو ابراهيم سعادة او لا؟ هذا هلو فائق، هلو فائق. سلامات يا هلو فائق. القادم من اربيل، القلعة الصفراء، من القلعة الصفراء الى الالوان البرتقالية، الى صقور الغربية، الى الكرمة. هلو فائق. استئناف اللعب الدقيقة 57. ننتظر ونشاهد. هذه هي اللقطة الأخطر. هذه اللي طالب من خلالها بلمسة يد على اللاعب أيمن أيوب مودن، لكن اعتبر حكم اللقاء غير متعمد. أجواء لا زالت هادئة، مباراة من دون أهداف. القرمة 0 النجف 0. جولة العاشرة لحساب منافسات دوري نجوم العراق موسم 2025-2026. الجولة العاشرة ستختتم اليوم بهذا اللقاء ولقاء الزوراء والغراف بنفس التوقيت، وستنطلق الجولة 11 بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم. كرة تلعب بهذه اللحظات يسارية سريعة، لكنها عادت. الانتظار، كل الانتظار لانطلاقة بالنسبة للبرتقالي. محاولة الآن من اليمين الآن، لكن بعيدة هذه الكرة، وأحمد مكنزي هو الأقرب. مكنزي الآن، محاولة الآن قرماوية الآن، وتشتيت الخطر والإبعاد إلى فريق النجف. رضا فاضل دائما تشاهده موجود، لكن دائما بوحده، مساندة غابت. علي محسن الآن يزيد بالسرعة للبرتقالي، انطلاقة للصقور الغربية، محاولة للؤي العاني، عالية الكرة لكن بعيدة، يدخل حمزة عدنان، بشير غرياني لم يتدخل، والكرة لا زالت من الطرف الأيمن. محاولة حاضرة بالنسبة للبرتقالي. هلو فائق الآن يمرر إلى لؤي العاني، سريع الكرة لأحمد مكنزي. أحمد مكنزي زيد بالسرعة، اليساري الخطير أحمد مكنزي يبحث عن عرضية سريعة للكرمة، لكن الكرة اصطدت. مخالفة عليك يا أحمد مكنزي، تدخل متهور بالنسبة لأحمد مكنزي. مواجهة ثالثة ما بين الفريقين، مواجهتين سابقتين الموسم السابق انتصر من خلالها القرمة بكلا المباراتين. هذه لقطة شاهدها تدخل بتهور من مكنزي. هذا سجاد رعد، شاهد وننتظر. مباراة هذه لا زالت. سلامات لمكنزي، أحمد مكنزي مستلقي على أرضية الملعب حتى اللحظة. القرمة بالمركز الخامس برصيد 17 نقطة مناصفة مع الزوراء. مع هذا التعادل يصبح لكلاهما 18 نقطة، لكن لم تنتهي المباراة بعد.
ننتظر ونترقب المواجهة الأولى ما بين الفريقين، الأولى تاريخيا كانت انتصر من خلالها القرمة 3-0 بأهداف جيفرسون باهية، يوسف أومارو وعلاء الدين الدالي. أما المواجهة الثانية كانت بانتصار القرمة بهدف نظيف سجل اللاعب علي حصني عندما كان لاعبا للقرمة الموسم السابق. القرمة حتى اللحظة لم تسجل، والنجف حتى هذه الدقيقة لم يسجل، ونصف ساعة متبقية يا من تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. أحمد مكنزي يطالب بركلة جزاء. مباراة متوقفة حتى اللحظة، توقفت كثيرا اليوم المباراة. جماهير القرمة تطالب الحكم بالعودة إلى تقنية الفيديو. هنا المشجع القرماوي يطالب حكم اللقاء علي أحمد شاكر بالعودة إلى الVAR. أوه، سيذهب بنفسه، سيذهب علي أحمد شاكر للمرة الثانية، يعود إلى الفار. ماذا سيقرر؟ وهنا الفرحة القرماوية. حديث لازال. يشاهد اللقطة من قرب، والله ذرت بطني وتوجعني. يشاهد اللقطة، الركل موجود، رغم أنني قلت بأن تدخل أحمد مكنزي كان متحور، لكن من هذه الزاوية الأمور مختلفة. لنشاهد ما هو القرار لحكم اللقاء علي أحمد شاكر. علي أحمد شاكر يشاهد اللقطة، تدخل داخل منطقة الجزاء ما بين اللاعب سجاد رعد وأحمد مكنزي. سجاد رعد ومكنزي، وما هو القرار يا حكم اللقاء؟ يشاهدها أكثر من مرة، يشاهدها أكثر من مرة ليتأكد من الحالة. سيصل القرار، سيصل القرار. علي أحمد شاكر ماذا يؤكد؟ هل هنالك ركلة جزاء أو لا؟ هل هنالك ركلة جزاء للقرمة أو لا؟ علي أحمد شاكر، والقرار الآن. ما هو القرار؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء للقرمة، ركلة جزاء لصقور الغربية. نعم، حكم اللقاء علي أحمد شاكر يؤكد ركلة جزاء وسط احتجاج من لاعبين النجف، وبالأخص التونسي حمدي النقاش. هذا هو حمدي النقاش، حصل على البطاقة الصفراء بسبب الاحتجاج والأعصاب والتوتر. جماهير القرمة تحتفل، جماهير البرتقالي تنتظر. هل هنالك هدف قادم أم يتصدى مصطفى شوكت؟ هذه اللقطة اللي احتسب من خلالها حكم اللقاء علي أحمد شاكر ركلة جزاء لفريق القرمة. من سينفذها؟ من سينفذها؟ حديث ما بين أحمد مكنزي وحمدي النقاز التونسي والعراقي، والانتظار الآن. نشاهد، لا زال يحتج. هل اهدأ وإلا حضرت البطاقة الحمراء يا حمدي النقاز؟ أوه، بطاقة صفراء أخرى على محمد جاسم. مهرجان توزيع البطاقات. هل ينفذها أحمد مكنزي أو غيره أو علي علوان؟ ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ حيدر عبودي يحتج.
ركلة جزاء للقرمة، وهنا بطاقة صفراء على المدرب حيدر عبودي. أعصاب، توتر، لحظات صعبة يعيشها النجف. سيطرد حمد النقاش بهذه الحالة، سيطرد. هذا تصرف غير مبرر صراحة. يحتاج تلقي البطاقة الصفراء ولا زال تقريبا دقيقتين وهو يحتاج، وهو عصبي، وهو اهدأ 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 يا حمد النقاش. لا زالت متوقفة المباراة، توقفت كثيرا صراحة اليوم يا علي أحمد شاكر. المباراة توقفت كثيرا. مصطفى شوكت الذي تصدى لركلة جزاء أمام النفط بالجولة الماضية هو أمام مسؤولية صعبة اليوم لإنقاذ الفريق إذا تصدى لهذه الركلة. أحمد مكنزي يتركها لعلي علوان. علي علوان علي علوان الدولي الأردني القادم من منتخب النشامة، ومصطفى شوكت. علي علوان الدولي الأردني والتركيز العالي للبرتقالي، تركيز موجود. صقور الغربية للتحليق لأول الأهداف. صقور الغربية يريدون أن يحلقون بهدف أول وسط العاصمة بغداد. الأردني الآن، علي علوان الآن، تركيز الآن. مصطفى شوكت وعلي علوان. علي علوان يتقدم، جول لصقور الغربية، هدف أول للقرمة. أيوبش حياكم، أيوبش حياكم بلهجة هنالك الغربية، بلهجة الغربية. يابش حياكم، وبأقدام أردنية يسجلها علي علوان. علي علوان، نعم نعم نعم، علي علوان والتركيز، ونفذها بأجمل صورة. بالطلاق إلا تسجلها، هذه مو بالطلاق إلا تتغدى، هذه بالطلاق إلا تسجلها يا علي علوان. والقرمة يبصم على أول أهداف اللقاء من علامة الجزاء، من علامة الجزاء في غاية الهدوء، بعدما سجل هدفين بمرمى النفط وبعدما سجل على الكهرباء. يعود اليوم ويسجل بشباك النجف، هدف مقابل لا شيء. ركلة جزاء سجلها اللاعب علي علوان بالدقيقة 66. 1-0 القرمة، هدف النجف لا شيء. هنا رضا الخطير السريع، عرضية وصلت، لكن الأقرب لؤي العاني. لؤي العاني يسقط أرضا ومعها استمرارية اللعب والتسديدة، لكنها اصطدت. كرة تعود على اليمين، جميل اليحمدي. تقدم القرمة بهدف حتى هذه اللحظة. ما هي ردة الفعل لفريق النجف؟ هل نشاهد ردة فعل أو ماذا؟ لنترقب، لنشاهد، لننتظر. أمور كثيرة تخبئها لنا هذه المباراة. جماهير القرمة تصنع الأحداث واللقطات الجميلة هنالك بأرضية ملعب الكابتن شرار حيدر. يعني تمت تسمية ملعب الكرخ ملعب الكابتن شرار حيدر بعدما كان باسم الراحل أحمد راضي. نعم، بما قدم الراحل شرار حيدر رحمه الله تعالى واسكنه في جناته من إنجازات للنادي ومن سنوات وفاء مع الكناري. وسيتم على ما أعتقد بالفترة المقبلة أيضا تغيير اسم ملعب نادي الزوراء إلى اسم الراحل أحمد. كرة بوسط الملعب، نشاهد هذه اللقطة الآن. علي محسن بكرة لأحمد مكنزي، هو اللي تحصل لركلة جزاء أحمد مكنزي. علي محسن الآن بكرة عالية تحولت من الطرف الأيمن، تحضير الآن وفرصة للؤي العاني، لكن محاصر العاني صافرة ومخالف.
تدخل على أحمد نور. هي اللقطة الماضية. تغيير آخر أو تغيير أول قادم للنجف. محمد حسن. محمد حسن يشارك ويغادر سجاد رعد. تسبب بركلة جزاء سجاد رعد غير محظوظ اليوم، ويشارك اللاعب محمد حسن. نشاهد الآن. هذا هو علي علواني اللي سجل أول أهداف اللقاء. وكرة لرضا فاضل، تدخل ممتاز من المغربي أيوب مودن. أيوب مودن. كرة تعود إلى البشير غرياني بالكعب سريعا، لكن الانطلاقة حاضرة. الانطلاقة حاضرة، وبذلك الكرة تعود إلى أحمد مكنزي اللي يتحصل من خلالها على رمية جانبية. حيدر عبود يعطي التوجيهات ويشجع لاعبيه بهذا اللقاء. مكنزي بكرة تحولت من اليمين إلى إبراهيم سعادة الدولي الأردني. إبراهيم سعادة، علي علوان مع القرمة، وهنالك بالنسبة للزوراء عبد الله نصيب أيضا. هنا كرة لعلي علوان تمرر، لكن الاستخلاص موجود. 20 دقيقة تقريبا على النهاية، أو 19 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي. حكم الراية. الحديث لا زال، الأمور لا زالت. علي علوان سجل هدف ووصل إلى هدفه الرابع هذا الموسم. كرة من اليسار. هداف دورينا حتى هذه الجولة لاعب نادي أربيل شيرزود تيميروف برصيد 9 أهداف. آخر هدف سجله على نفط ميسان بالجولة السابقة. كرة تلعب الآن لأحمد نور. عودة لحمدي النقاز. حمدي النقاز. كرة تصل لأحمد نور عالية من الطرف الأيمن الآن، بذلك الاستخلاص لا زال حاضر البشير غرياني ومحمد حميد. ضعيفة، وصلت للحارس محمد حميد. كرة تلعب من الطرف الأيمن، بذلك الرأسية لا زالت بوسط الملعب. هذه انطلاقا عادت الآن إلى مكنزي. مكنزي يمرر من الجهة اليسرى وعملية البحث، لكن تدخل موجود. هذا هو أحمد نور، وهنا عبد الله حسن برقم 30 على التنفيذ بكرة للمرتدة الآن للنجف. غزلان البادية تسرع بالتمرير، وكرار عامر هو الأقرب. كرار عامر يتركها إلى هلو فائق. هلو فائق لعلي محسن بكرة سريعة تصل للؤي العاني، ويتدخل مصطفى شوقي. يتدخل مصطفى شوقي. كرة تلعب للنجف. دقائق تمر، ثواني تنقضي، والمباراة فيها هدف واحد حتى اللحظة من ركلة جزاء. تلعب بوسط الملعب على اليسار. فريق القرمة بعد الهدف أصبح أكثر هدوءا. هل اكتفى بهذا الهدف أو لا؟ لنشاهد. كرة بوسط الملعب. كرة بوسط الملعب لفريق القرمة لؤي العاني. لؤي والكرة على الطرف الأيمن، لا زالت لم تغادر يوسف، لكن بعيدة على أومارو. بعيدة على يوسف أومارو. اللقطة الماضية، وتعود الكرة لفريق النجف. ربع ساعة متبقية. كرة سريعة بوسط الملعب. علي محسن. مباراة هادئة رغم وجود الهدف. علي علوان المتراجع لبناء اللعب. أحمد مكنزي الآن. علي محسن بكرة تحولت على اليمين.
انطلاقة لإبراهيم سعادة أو أيوب مودن. كرة على اليسار، ماكنزي الآن تمريرة أولى وثانية لأحمد ماكنزي، لكن بعد أبعدت في اللقطة الماضية يطالب فيها رضا فاضل بالمخالفة، لكن حكم اللقاء يطالب باستمرارية اللعب. الشوط الثاني أكثر هدوءا حتى هذه اللحظة. كرة تعود على الطرف الأيمن، تمريرا لأيوب مودن إلى جميل، أو لا هذا هالو فاول. تمريرة تعود، هذا جميل اليحمدي. كرة تصل إلى كرار عامر على اليسار، انطلق بذلك علي محسن، يزيد بالسرعة. علي محسن يمرر لعلي علوان، تأخر فيها علي علوان. تعود الكرة إلى الوسط، إبراهيم سعادة يمرر، تعود لإبراهيم. جميل اليحمدي، الله، هدف ثاني للقرمة، أي تصويبة وأي هدف، يا الله يا جميل اليحمدي. كرة بتصويبة من سلطنة عمان إلى العاصمة بغداد، قوية. جميل اليحمدي يصوب، وهدف ثاني لصقور الغربية. نعم، صقور الغربية يحلقون عاليا. أيابش حياكم مرة ثانية، حياكم. هنا الخنجر العماني، هنا العماني. يا ساتر يا جميل اليحمدي، وأي تصويبة، هوب، هدف ثاني للقرمة، هدف ثاني للصقور الغربية بتصويبة العماني جميل اليحمدي. أي تسديدة وأي هدف للدول العماني، هدفين مقابل لا شيء. القرمة بالشوط الثاني ينتفض، وبذلك أصبح التقدم واضحا بفارق هدفين. مخالفة للنجف، حكم اللقاء علي أحمد شاكر يؤكد المخالفة. وسط احتجاج أيوب مودن. اسمع الجماهير، قاذفة جميل، حقها قاذفة، تصويبة خفيفة كانت صراحة، تصويبة قوية. هنا على التنفيذ، مخالفة للنجف، يعيش فترة جدا صعبة غزلان البادية، مناصفة أيضا مع القاسم وحتى فريق الكهرباء، لكن الكهرباء اليوم حقق انتصار مهم على الميناء. كرة تلعب الآن سريعة، ومحمد حميد يتدخل. محمد حميد يتدخل بهذه اللقطة. محمد حميد يرسل كرة سريعة بكرة للطرف الأيمن. شاهد الآن ماذا تخبئ لنا الدقائق المتبقية، تقريبا 12 دقيقة. كرة لا زالت بوسط الملعب إلى القرمة. كرة على الطرف الأيسر الآن ماكنزي، لكن الأقرب الحارس مصطفى شوكت. صراحة قدم اليوم مستوى جيد، تصدى لأكثر من 4 إلى 5 فرص، لكن تلقى الهدف الأول من ركلة جزاء والهدف الثاني من مسافة بعيدة، لكن كرة قوية بزاوية صعبة، كانت بزاوية صعبة. بكرة تلعب على اليسار، لؤي العاري، لؤي يدور مع كرة ويختار العودة. هنالك تغييرات قادمة للقرمة وحتى للنجف. منتظر عبد الأمير ومؤمل عبد الرضا، وبالنسبة للنجف نسيم صيوط اللاعب التونسي. ايضا كرة تلعب بوسط الملعب لفريق القرمة من الطرف الأيمن.
هذه انطلاقا إلى يوسف أومارو. أومارو يخسرها، رضا فاضل استعادها، بشير غرياني انطلاقا التونسي. الغزلان الآن، الغزلان الآن، الله، لكن احتلت عليك وطالت يا بشير غرياني، مرت بعيدة عليك يا بشير غرياني. يحاول رغم أن الظروف صعبة، يحاول رغم أن الأمور سيئة، لكنه لا زال حاضرا. مؤمل عبد الرضا ومنتظر عبد الأمير، وللنجف يغادر التونسي ويشارك مواطنه نسيم صيود. نسيم صيود يشارك، بشير غرياني يغادر. وبالنسبة لي القرمة لؤي العاني أول المغادرين. لؤي العاني يغادر ويترك مكانه لزميله منتظر عبد الأمير القادم من الزوراء. وهنا جميل اليحمدي صاحب الهدف الجميل، جميل يا جميل، الغزال الأسمراني العماني. أيضا مؤمل عبد الرضا، احتفالية الآن مع الدول السابق مصطفى كريم، هدف صاروخي صاروخي. الله 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 يا مخرجنا، كلما عاد هذا الهدف تشعر بأنها للتو حصلت. أي هدف وأي تصويبة. هدفين القرمة، النجف لا شيء. خسارة أخرى تضاف لسلسلة الخسارات لفريق النجف اللي خسر من أربيل ومن ديالى ومن الموصل ومن الميناء ومن الجوية ومن دهوك، 7 خسارات. هذه الخسارة الثامنة إذا بقيت هذه النتيجة. كرة لا زالت وممكن هدف ثالث، ممكن، لكن ضاعت أول لمسة وأول همسة وأول وصول لمؤمل عبد الرضا. بالمناسبة مؤمل عبد الرضا سجل على فريق الميناء. كرة تعود مرة أخرى للقرمة، سريعة مستخلصة بهذه اللحظات. انطلاق الآن مؤمل عبد الرضا اللي سجل على أربيل، سجل على أربيل وسجل على الميناء. وكرة تعود الآن بوسط الملعب. هذه انطلاقة، تصويبة من بعيد لكنها مرت. إذا 8 دقائق متبقية من تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. 8 دقائق متبقية، القرمة هدفين، النجف لا شيء. نشاهد. الله الله على هذا الصغير، ارقص ارقص افرح، يرقص ويفرح بتقدم فريقه. الله على كرة القدم، هي اللي تحرك المشاعر، هي اللي تحرك المشاعر. كرة بوسط الملعب، كرة على الطرف الأيمن. فترة الانتقالات الشتوية انطلقت اليوم، وكرة من الطرف الأيمن ومرت بعيدة، مرت بعيدة. فترة الانتقالات بدأت على عباس، ينتقل أيضا من النجف إلى دهوك. أبرز الانتقالات على مستوى دورينا حتى اللحظة تعود إلى أيوب مودن. كرة بوسط الملعب للقرمة، على التنفيذ. كرة من الطرف الأيمن لا زالت. القرمة يطمح للمزيد. أيضا غدا سيكون يوم 6 كانون، يوم 6 كانون عيد الجيش العراقي. تحية إجلال لقوات كتبت اسمها بشرف وحفر تاريخها بالتضحيات. عيد جيشنا ليست مجرد مناسبة، هو ذاكرة وطن ودم سال ليبقى العراق شامخا. وبهذه المناسبة الغالية نبعث التحية لأسود الجيش العراقي. تغيير الآن، يوسف أومارو يغادر، أيمن حسين يشارك هنا مع القرمة. قد طال الغياب يا أيمن حسين، وهنا يشارك بآخر 6 دقائق من عمر اللقاء. كرة تعود إلى القرمة من الطرف الأيمن، تلعب الآن داخل منطقة الجزاء، لكن محمد هو الأقرب. محمد جاسم هو من يشتت الخطر باللقطة الماضية.
كرة على الطرف الأيمن الآن، سريعة داخل منطقة الجزاء. أول محاولات أيمن والرأسية، وحكم اللقاء يؤكد بأنها ضربة ركنية. ضربة ركنية الآن. حيدر عبود غير راضي تماما على الأداء اليوم. كرة على اليسار، لعبت الآن، رأسية طالت لكن تدخل ومخالفة. 5 دقائق متبقية مشاهدينا متابعينا بكل مكان، ختام الجولة العاشرة ضمن منافسات دورينا. آخر مباراتين لختم هذه الجولة، الزوراء والغراف من دون أهداف، القرمة والنجف هدفين للقرمة مقابل لا شيء لغزلان البادية. هنا الكرة تصل على اليسار بالنسبة للنقاز، حمدي النقاز بكرة على اليسار لا زالت، وصلت لعبد الله حسن. عبد الله حسن الآن انتظار لا زال بكرة يشاهدها أنا وإياكم، تلعب سريعا والأقرب للنجف لكن حارس المرمى محمد حميد. محمد حميد كرة من اليمين، تلعب الآن علي علوان أيمن، على اليسار أحمد مكنزي، وصلت عالية من الطرف الأيمن، ممكن هدف ثالث للقرمة، لا زالت لم تغادر صقور الغربية لكن الكرة اصطدت، وبذلك العودة على اليسار. كرة أيضا نعم مع تعثر الزوراء بالتعادل مع فريق الغراف، فرصة للقرمة للذهاب بجدول الترتيب إلى المركز الثاني. مع هذا الانتصار القرمة بالمركز الثاني بفارق 5 نقاط. كرة تلعب الآن على اليسار، أو لا بفارق 4 نقاط. أربيل 24 القرمة 20، 4 نقاط هو الفارق ما بين أربيل والقرمة مع هذا الانتصار. المواجهة القادمة للقرمة ستكون أمام القوة الجوية، وبالنسبة للمتصدر أربيل ستكون مباراته يوم الخميس أمام الموصل. أيضا الدقائق الأخيرة، تلعب الكرة من اليسار لكنها مرت بعيدة بهذه اللحظات. ننتظر ونشاهد آخر لحظات اللقاء. كبار لا زال، كرة تلعب من الطرف الأيسر وبذلك رضا فاضل. كرة لمحمد حميد، كرة تعود إلى محمد حميد، سريع الآن آخر دقائق اللقاء، الأمور لا زالت هادئة. على اليمين القرمة الآن، كرة بوسط الملعب لإبراهيم سعادة، عملية تهدئة الأمور. فريق القرمة متقدم بهدفين، علي علوان وجميل اليحمدي، هدف من الأردني وهدف من العماني. وهنا انطلاقة للنجف من الطرف الأيمن، تمريرة ممكن هدف تقليص النتيجة لغزلان البادية. الكرة تصل لأحمد نعيم، أحمد نعيم يزيد بالسرعة، الكرة لعبت لا زالت لكن تدخل موجود، وهنا العودة إلى الخط الدفاعي. انطلاق الآن، أو منتظر عبد الأمين. كرة لا زالت بوسط الملعب، يسارية على اليمين، انطلاقة لأيمن حسين،
لم يستطيع اللحاق بها حتى هذه اللحظة. كرة على اليمين أحمد نعيم، وقت الأصل انتهى. كم دقيقة سيضيف حكم اللقاء؟ وهنالك تغيير على الدكة أيضا، سيشارك اللاعب عبد الله ستار بالرقم 27 للاعبين الشباب المميزين. اللاعب عبد الله ستار سيشارك بآخر دقائق اللقاء. دوران مع الكرة للنجف، محاولة لا زالت. أحمد نعيم يختار العودة الآن، تغيير قادم وكرة للنجف. آخر لحظات اللقاء. كم دقيقة قدم الطاقم التحكيمي؟ سننتظر، سنشاهد هذه اللقطات، هذه الكرات، والإبعاد موجود. كرة وصلت بوسط الملعب، هذه انطلاقا، وهنا البحث عن المساحات. نشاهد علي علوان على اليمين الآن. كرة لا زالت للقرمة. 6 دقائق قدمها الطاقم التحكيمي، 6 دقائق على نهاية اللقاء، والكرة بوسط الملعب، مخالفة للنجف. مخالفة لفريق النجف، هدفين مقابل لا شيء. القرمة يرتقي إلى المركز الثاني. القرمة بالوصافة، مناصفة أيضا مع ديالة، وبذلك علي علوان يتحصل على البطاقة الصفراء. هو أول من سجل اليوم بركلة جزاء دقيقة 66. عبد الله ستار سيشارك. من يغادر؟ علي علوان على ما أعتقد. أي نعم، هو علي علوان. براحة اللاعبين، كل اللاعبين اللي سجلوا أهداف غادروا. هو هذه لقطة الهدف في غاية الهدوء والتركيز، سجل من خلالها الهدف الأول لفريق القرمة. ننتظر الآن فرحة جماهير القرمة. هذا هو عبد الله ستار اللي شارك بديلا عن اللاعب علي علوان. كرة بوسط الملعب، آخر 4 دقائق، لا زالت الآن للاعب منتظر عبد الأمير، يخسرها، تعود للنجف. وهي رسالة أيضا نوجهها لكل المعنيين هنالك في النجف، بأن يكون لهم كلمة ووقفة مع نادي النجف، لأنه يعاني ويعيش بفترة جدا صعبة. نتمنى بأن يستمع أصحاب القرار إلى هذه الكلمات، وأن يعود غزلان البادية كما عرفناهم. سيعود النجف حتى وأن ثقلت كاهل الأيام، وحتى وأن أصبحت الأمور صعبة على غزلان البادية، هنالك عودة لا محالة. كل الأندية وحتى المنتخبات تمر بظروف صعبة وضروب بالمستوى، لكن هنا النجف تاريخ الطويل. هذا النادي اللي شارك بدوري أبطال آسيا بعام 2007 مع المدرب عبد الغني شهد ومساعدة حيدر نجم. أفضل إنجاز لفريق النجف هو الوصول إلى نصف نهائي كأس العراق موسم 2001، لكن خسر من الطلب في نصف النهائي. تاريخ طويل. حدث عن نادي تأسس بعام 1961. آخر 3 دقائق. ملعب الكابتن شرار حيدر من أجمل ملاعب العاصمة بغداد، اللي احتضن هذا اللقاء ما بين القرمة والنجف. القرمة هدفين، النجف لا شيء. آخر دقيقتين على نهاية اللقاء. كرة من الطرف الأيمن. إذن مواجهة ثالثة تنتهي بانتصار القرمة. 3 مواجهات جمعت الفريقين، كلها انتهت بانتصار القرمة. 3-0 1-0 2-0 حتى اللحظة. كرة على اليسار، ممكن النجف يسجل. كرة على اليسار لا زالت، عرضية سريعة، ماكنزي يتدخل ماكنزي وإلى ضربة ركنية. بس خلينا تكسرها وهي على على التنفيذ.
هذه هي العرضية الجميلة لكنها لم تصل للاعب رضا فاضل، وبذلك أبعدت إلى خارج الملعب. ضربة ركنية الآن على التنفيذ، حمزة عدنان رأسية متابعة وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. نشاهد وننتظر. كرة تصل على اليسار بالنسبة لفريق القرمة. آخر دقيقة حسمت الأمور، القرمة بالوصافة، القرمة بالمركز الثاني بعد هذه النقاط الثلاث. 20 نقطة يمتلك فريق القرمة رغم أنه تعرض لخسارتين هذا الموسم أمام أربيل وأمام الشرطة، لكن يحقق انتصار آخر. ونصف دقيقة 30 ثانية على النهاية. كرة للقرمة بهذه اللحظات سريعة من الطرف الأيمن، ممكن هدف ثالث. أيمن حسين يختار العودة، أيمن لكسب بعض من الوقت. تمريرة لإبراهيم سعادة، وصلت لمكنزي، عالية الكرة. مكنزي بذكرياته في الأولمبياد صنع هدف جميل لأيمن حسين. أيضا كرة تصل، آخر هجمة ومعها صافرة الختام تصل نعم القرمة بالمركز الثاني مع هذا الانتصار. مبارك للصقور الغربية، مبارك للقرمة، وهارت لك للنجف غزلان الباتية. نتمنى العودة لتصحيح المسار بالفترة القادمة. تقبلوا تحياتي، كان معكم حسين سمير، وإلى اللقاء.